عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد، هشام من كلام بنات شباب سوري. حابين نكمل نستعرض باقي الهجمات يلي هي هجمة آه، أحمد زهير الأسدي. طبعا بيته ليفل 10 بس دفاعاته ليفل 9، وطلع الخصم المقابل له بيت ليفل 9. هو هجومه ماكس ليفل 10 بيت ليفل 10. طبعا قدر يختم الخصم بكل سهولة. هجم له أرضي فالكري. طبعا هو بسلاسة. طبعا انتو بتستنتجوا انه في خبرة بالهجوم من طريقة الهجوم من دخلة محل ما بتدخل الأرض علشان ما تفرش. طبعا هو حط قدام توقع وين المتفجرات. صار وقت الهوك. طبعا عنده اخذ دعم هوك ماكس، شي حلو صراحة، يعني شغلة جديدة انك تاخذ هوك ماكس. لهيك تصميم، هذا التصميم نفسه بنهجم له هوك ماكس وفالكري. لو كنت بيتك ليفل 9 بتقدر تختمه هوك ماكس وفالكري. الله يعطيك العافية يا احمد، واسلموا على الهجمة الحلوة يا بطل. هلا بنستعرض هجمة كركوش. هو معنا عضو جديد بس ما شاء الله عليه كفو بالهجوم الجوي صراحة معلم. طبعا هو بيكون قريب ولا كينج، وصراحة نفس الحكاية. شوفوا انا نزل عملاقين على التصميم كرمال شو مفجر سور، ودخل الملك عشان يقتل الملكة ويطلع الدعم بنفس الوقت. يعني ما شاء الله عليك على المخ يا كركوش. صراحة لازم اغير اسمه، انا ما عم اعرف هو طبعا ملقب كركوش بس اسمه لسه ما بعرفه، بس شاب جديد وقبضاي ما شاء الله عليه. نشوف هلا طلع الدعم هون وسحب الدعم للزاوية، حط له السم. نزل ملكة، طبعا ما شغل خاصية الملكة. هي نزل 2 لافة. بعدين المنطاد لما بيكون الدفاع الجوي قريب من السور انتو نزلوا اول شي اللافة بعدين منطاد. لما بيكون الدفاع الجوي بالنص يعني بعيد عن السور، صار بنص الارض وبعيد، بتنزلوا اول شي المنطاد بعدين اللافة. بيختلف تنزيل المنطاد واللافة قبل وبعد. طبعا هيك ما شاء الله عليك هجمته كثير مدروسة وما فيها غلط، واكيد راح يجيب 3 نجوم بكل سهولة من اول هجمة. يعني بنعرف انه هذا الرجال كفو بهجمته. طبعا عشان ما نطول عليكم بالفيديو، هي هجمة كركوش نفس الحكاية كمان، طريقة الهجوم له نستعرضها بشكل سريع عشان ما نطول عليكم بالفيديو. كمان نفس الحكاية. شوفوا الخصم دفاعاته جوية ضعيفة، فهيك قدر يختمه بكل سهولة. دخل منطاد تك 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 خالص. ملكة ماتت طبعا هيك خالص، ما بقينا الا تنظيف. الله يعطيك العافية. نستعرض هلا اخر هجمة اللي هي هجمة مارشيل. صراحة الرجال هذا كفو من يومه. طبعا هذا التصميم هجموا عليه من عنا 4 وما قدروا يختموه، طبعا لاني ارضه شوي مخططة جديد وما معروف، فالشباب تلبكوا بالهجومات. فهذا الرجال درسها للارض مزبوط وقال انا راح ختمها ان شاء الله. فعلا ما قصر صراحة. تسلم ايدك يا مارشيل على الهجمة الحلوة. شوف دخل من جهة ملك وملكة وساحر وحجري كرمال شو يقتل الدعم وسم. طبعا الفالكري نزلها من جهة مقابلة. شوف اول شي نظف بالفالكري بعدين دخل من الفالكري. هلا الفالكري بدها تسحب معه بشكل مستقيم لجوا، اعطاها الدم. وهيك عندك الملك والملكة والسحرة ماشيين من هذيك الجهة، فحاوط الارض من الجهتين وقدر يختمها بكل سهولة. وبقي عنده جيش كبير ما شاء الله.
الله يعطيك العافية يا مارشيل. هو يحيى الملقب مارشيل. بنكتفي حاليا بالفيديو، وبنستعرض بعدين هجمة كينج، هجمة جوست، وهجمة راندو شوب ان شاء الله.